انما جه الهدف الثاني يمكن قريب كمان من الهدف الاول، بعديه الهدف الثالث. تصريح خطير من عبد الحميد بسيوني مدرب حرس الحدود يفاجئ به النادي الاهلي بعد فوزه على حرس الحدود، ويوجه انذار شديد اللهجه للزمالك قبل مواجهه الاهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل ان نبدا، لو انت محب وداعم للنادي الاهلي فيرجع الاعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا ان تعطروا فمكم بذكر الله والصلاه والسلام على رسولنا الكريم. بعد الفوز المثير للنادي الأهلي على حرس الحدود بعد مباراة ماراثونية، ليدخل النادي الأهلي المباراة القادمة أمام الزمالك بمعنويات مرتفعة. بعد هذا الانتصار المثير، فقد فاجأ مدرب حرس الحدود عبد الحميد بسيوني النادي الأهلي بعد هذه المباراة، وأدلى بتصريحات لإذاعة الشباب والرياضة وقال: للأسف الشديد أنا لم أحضر هذه المباراة بسبب ظروف الصحية، ولكن وضعت خطة من أجل إيقاف لاعبي النادي الأهلي، وكنت أتمنى التعادل أمام النادي الأهلي، لأنني كنت أعلم جيدا أن لاعبي النادي الأهلي يفكرون جيدا في المباراة القادمة أمام الزمالك، وهذا كان باين في تشكيل عماد النحاس من بداية هذه المباراة. وسأله الصحفي وقال له: الكل يعتقد في الإعلام المصري أن الزمالك هو من سيفوز في مباراة القمة أمام النادي الأهلي، فرد وقال: هذا هو كلام الإعلام المصري، ولكن على أرض الميدان الأمور تختلف تماما. فالأهلي كان يفكر في مباراة القمة في مباراة اليوم، وأعلم أن هذه المباراة بالنسبة للاعبي النادي الأهلي وجهازه الفني مباراة حياة أو موت، لأنها ستكون مباراة الموسم للنادي الأهلي والعودة إلى الطريق الصحيح وأفضل طريقة لمصالحة جماهيره عندما يفوز على غريمه التقليد الزمالك ويقلص الفارق معه. ونتذكر سويا عندما توقع الإعلام المصري قبل مباراة 6-1 الكل توقع أن الزمالك سيفوز بنتيجة كبيرة على النادي الأهلي، وعلى أرضية الميدان الأهلي فاز بسداسية وضيع مثلهم، فهذه المباراة خارج التوقعات. ولكن أنا أتوقع أن الأهلي سيفوز في هذه المباراة بفضل خبرات لاعبيه، فبالرغم أنني زملكاوي ولكن أنا أحترم كثيرا إدارة النادي الأهلي والنادي الأهلي، فهو المنظومة الوحيدة في مصر التي تعمل باحترافية كبيرة مثل الأندية الأوروبية، وهو الذي دائما يمثل مصر في المحافل العالمية مثل ما حدث في مونديال الولايات المتحدة للأندية.